وفاة واحدة ما اتحلتش في مدينة كازان كانت بداية سلسلة طويلة من جرائم القتل. وعلى الرغم من إن المجرم الخوف سيطر عليه ووقف ارتكابه للجرائم، لكن الشرطة الروسية صمموا يعرفوا المجرم اللي اتشهر في روسيا بمهووس نهر الفولجا. بحث رجال الشرطة عن المجرم ده استمر لأكتر من 10 سنين، وبقى أكتر المجرمين المطلوبين في روسيا من سنة 2012 لسنة 2020. التطور اللي حصل في القضية دي وطريقة معرفة الشرطة للقاتل كانت غير متوقعة، لدرجة إن المحققين نفسهم استغربوا الصدفة اللي وصلتهم لقاتل متسلسل بيدوروا عليه من 10 سنين. مين هو مهووس نهر الفولجا اللي نهى حياة 32 سيدة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض وإحنا بنحكي تفاصيل قضيتنا. وقبل ما نبدأ نوروني بالاشتراك في القناة، صلوا على النبي في كومنت، واستعدوا لتفاصيل القضية. قضية النهاردة حصلت في روسيا، وبداية القصة كانت في مدينة كازان اللي بتكون على بعد حوالي 500 ميل شرق العاصمة موسكو. وكازان واحدة من أقدم المدن الروسية، وبيرجع تاريخها لسنة 1438، وفي سنة 2019 اعتبرت أفضل المدن الروسية من حيث الحياة والترفيه، ومناسبة جدا لأي شخص بيتمنى يعيش حياة هادية وسعيدة. ولما بنقارنها بباقي المدن الروسية من حيث ارتكاب الجرائم، بنكتشف إن كازان معدل الجريمة فيها منخفض جدا. وللسبب ده رجال الشرطة في المدينة اتصدموا لما اكتشفوا جريمة حصلت في كازان، وبالتحديد يوم 5 مارس سنة 2011. وصل لطوارئ الشرطة في مدينة كازان استغاثة من سيدة منهارة بتقول إن في جريمة حصلت في شارع باتشين الموجود شمال نهر الفولجا. بسرعة رجال الشرطة راحوا للعنوان المبلغ عنه، وبمجرد وصولهم دخلوا الشقة في الدور الأرضي، وهناك لقوا سيدة مسنة عندها 91 سنة ميتة على الأرض، وراسها متغطية بمخدة، وواضح إنها تعرضت للخنق. السيدة دي اسمها نسيم مارتوفا، معروفة في المنطقة باسم ناسا. سيدة محبوبة جدا ومعروفة في المنطقة اللي بتعيش فيها، وسبب شهرتها إنها كانت بتقرض الناس مبالغ مادية وبتجمعهم منهم على هيئة أقساط أو دفعات، ومن الفلوس دي بتساعد ولادها ماديا. في يوم الجريمة بنت نسيم حاولت تتصل بيها كتير في أوقات متفرقة من اليوم، بس الغريب إن نسيم ما كانتش بترد على التليفون. وطبعا ده قلقها بحكم إن نسيم سنها كبير، وعلشان تطمن على والدتها قررت تروح لها البيت بالليل بعد الشغل. لما وصلت لبيت نسيم اكتشفت إنها وقع على الأرض ميتة وفي مخدة على وشها، وبالتالي استوعبت إن في حاجة مش طبيعية حصلت لوالدتها، وبسرعة بلغت الشرطة. أثناء التحقيقات مع بنت نسيم أكدت إن والدتها بتكون حريصة جدا لما بتفتح الباب، ولا يمكن تفتح لحد ما تعرفوش. رجال البحث الجنائي أثناء تفتيش بيت نسيم لاحظوا إن باب الشقة مش مكسور، وتوقعوا إن اللي ارتكب الجريمة شخص نسيم تعرفه كويس، وممكن يكون من الأشخاص اللي أقرضتهم مبالغ مادية. عملاء نسيم كانوا مدينين ليها بأكتر من 160 ألف رابل، وده مبلغ كبير، وارد إن شخص يكون قتلها علشان ما يدفعش. مع زيادة التفتيش في بيت نسيم اكتشفوا إن البيت اتعرض للسرقة، وكده بقى واضح قدام المحققين إن الدافع للجريمة هو مادي. طبعا المحققين في القضية حققوا مع عملاء نسيم وحاولوا يوصلوا للمجرم، بس للأسف ما قدروش يثبتوا التهمة على أي حد فيهم، وبكده قالوا إن ممكن تكون اتعرضت للسرقة من أي شخص عارف إن بيتها فيه فلوس، واتقفلت القضية من غير ما يوصلوا للمجرم. وتوقعوا المحققين إنها حادثة فردية وأكيد مش هتتكرر. وفعلا الوضع فضل مستقر في المدينة لمدة 6 شهور، وخلال الفترة دي ما ظهرتش أي أدلة جديدة في قضية نسيم ولا حصلت جرائم مشابهة. لكن فجأة في 24 أغسطس سنة 2011 يتم العثور على جثة سيدة عندها 82 سنة اسمها أودراز فاكتينوفا. قرايبها لقوها واقعة على الأرض ميتة في شقتها اللي في شارع فستانيا، واللي بيكون على بعد 1.5 ميل بس من بيت نسيم. تفاصيل الجريمة دي كانت مشابهة تماما مع تفاصيل جريمة نسيم، وبيت المجني عليها اتعرض للسرقة، وبشهادة قرايبها
قالوا إن اتسرق من البيت 50,000 روبل. المحققين في القضية لاحظوا إن المجني عليها اتعرضت للضرب قبل خنقها، وده كان الاختلاف الوحيد ما بين قضيتها وقضية نسيم. في القضية دي كمان المحققين ما كانوش عارفين مين المجرم، وأثناء تحقيقاتهم وبعد شهر بالظبط من الجريمة دي الشرطة وصل لها بلاغ عن حالة وفاة تالتة تخص سيدة مسنة عندها 85 سنة. أثناء معاينة بيت المجني عليها رجال الشرطة لاحظوا إن البيت مقلوب، وواضح جدا إن المجرم فتش البيت قبل ما يخرج. في القضية دي المحققين ما لحقوش يحققوا أصلا، وبعد يومين بالظبط كان وصل لهم بلاغ عن الضحية الرابعة. طبعا كده الوضع بقى صعب، واتضح إن في مجرم متسلسل بيتحرك في شوارع كازان. الوضع فضل غير مستقر في المدينة لحد يوم 26 أكتوبر سنة 2011. في اليوم ده رجال الشرطة مسكوا بداية الخيط، لأن في اليوم ده وصل لهم بلاغ من سيدة مسنة اسمها ناداجيستا، عندها 83 سنة وساكنة في شارع نوفتروف. السيدة دي قالت إن في عامل في مجال الإسكان والخدمات المجتمعية راح لها بيتها بحجة معاينة البيت، وهي سمحت له يدخل، وأول ما قفلت الباب فجأة ضربها على وشها كذا مرة لحد ما وقعت على الأرض، وبعدها حاول يخنقها، ولحظها إنها فقدت الوعي بس، والمجرم سابها لأنه افتكرها ماتت. بعد ما فاقت نادجستا فهمت إنها تعرضت للقتل، ولاحظت إن بيتها اتسرق منه 30,000 روبل، وطبعا على طول بلغت الشرطة. المحققين في الوقت ده طلبوا من نادجستا تديهم أوصاف المجرم، والرسام الجنائي رسم صورة تقريبية للمجرم، واللي ظهر إن سنه تقريبا في أواخر العشرينيات وطوله حوالي من 5 ل7 أقدام. وقالت نادجستا إنه كان لابس جاكيت أسود وآيس كاب أسود. بعد القضية دي المحققين جمعوا الجرائم الأربعة دول كقضية واحدة وبدأوا يحققوا فيهم. في الأثناء دي بدأت الشائعات تنتشر ما بين سكان المدينة، والناس عرفوا إن في قاتل بيستهدف المسنات علشان يقتلهم ويسرق فلوسهم. طبعا بعد نشر رجال الشرطة لصور المجرم كده بقوا الناس قادرين يكونوا فكرة عن شكل المجرم. اللي حصل ده اتضح إنه خوف المجرم، لأنه فجأة اتوقف عن عمليات القتل في كازان، واستقر الوضع لمدة 3 شهور. وبعدها يوم 6 فبراير سنة 2012 وصل بلاغ للشرطة إن في جريمة قتل تانية حصلت لسيدة مسنة عندها 82 سنة ماتت عن طريق الخنق بحبل، واكتشفوا إن بيتها اتسرق. الجديد المرة دي إن الجريمة ما حصلتش زي كل مرة شمال نهر الفولجا، إنما حصلت جنوب النهر في جوكوفسكي، وبعدها بشهر حصلت الجريمة السادسة، وبعد كام يوم وصل بلاغ بالجريمة السابعة. ودي للأسف ابن المجني عليها وصل للبيت أثناء تفتيش المجرم للبيت، وللأسف ما قدرش يمسكه لأن المجرم نط من الشباك أول ما حس إن باب الشقة بيتفتح. ورغم إن شقة المجني عليها كانت في الدور الثالث، ابن المجني عليها توقع إنه هيلحقه ويمسكه، لأن النط من المكان العالي ده أكيد هيأثر على المجرم، لكن المجرم اختفى في لمح البصر. الوضع بالشكل ده بقى مقلق للشرطة أكتر، وزادت الشائعات والتكهنات بين الناس، وما بقاش متوقع إن في أي جزء من المدينة أمان. في الوقت ده اتشهر القاتل المتسلسل في كازان، واتشهر إنه بيستهدف السيدات المسنات اللي ساكنين جنب نهر الفولجا، وللسبب ده الشرطة الروسية أطلقوا عليه اسم مهووس نهر الفولجا. في الأثناء دي المجرم قرر يفاجئ الشرطة وغير لهم المدينة، وارتكب جرايمه في مجموعة مدن مختلفة زي مدينة أوليانوفسك ومدينة نجني نوفجورد ومدينة فيزيوسيكي والمدينة الشمالية الشرقية بيروم، وأخيرا مدينة سامارا الجنوبية. وبحلول أوائل أغسطس سنة 2012 وبعد 10 شهور بس من بداية قصة مهووس نهر الفولجا كان وصل عدد ضحاياه ل17 ضحية. وطبعا دي بقت مشكلة بالنسبة للشرطة، وللأسف المحققين مش قادرين يعرفوا أي حاجة عن المجرم ده، وما معهمش غير مجرد صورة تقريبية ليه. والمحققين في الوقت ده توقعوا إن المجرم ممكن يكون بيشتغل في وظيفة معينة بتمكنه من الوصول لقاعدة بيانات كبار السن،
أصل اللي بيحصل ده مش ممكن يكون هجمات عشوائية. طبعا توقعات المحققين دي لما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار، كل المسنات خافوا أكتر ما هم خايفين، وطبعا الرعب سيطر على المدينة كلها. أصل كل شخص أكيد يعرف حد مسن هيخاف عليه ويقلق. الوضع بالشكل ده بقى بيزود الضغط على رجال الشرطة علشان يعرفوا مين هو مهووس نهر الفولجا. في الأثناء دي كان وصل المجرم لمدينة بشكيريا اللي بتكون على بعد أكتر من 300 ميل من كازان. في بشكيريا المجرم فاجئ الشرطة بارتكابه ل3 جرائم لسيدات مسنات خلال يومين بس، بالتحديد من يوم 25 ليوم 27 أغسطس. وبكده ساب المحققين في حالة صدمة، والوضع أصبح كارثي، والمجرم بقى واثق في نفسه زيادة عن اللزوم، وخطط لجريمته اللي بعدها، وكانت يوم 26 سبتمبر سنة 2012. المجرم في اليوم ده استهدف سيدة مسنة ساكنة في وسط المدينة، ودي كانت الضحية رقم 31. وصل للشرطة بلاغ بقتل السيدة دي بعد يومين من الجريمة، ورجال الشرطة لما وصلوا لمعاينة مسرح الجريمة اكتشفوا مفاجأة غير متوقعة. رجال الشرطة لقوا كاميرا مراقبة على باب العمارة اللي بتسكن فيها الضحية، ولقوا كاميرا تانية على مدخل العمارة وجنب باب الشقة اللي بتسكن فيها الضحية. والكاميرات دي سجلت آخر لحظات للسيدة المسنة والمجرم بيدخل وراها البيت يوم 26 سبتمبر الساعة 3:21 مساء. وللحظ إن الكاميرات صورت شكل المجرم، وأخيرا المحققين وصلوا لصورة حقيقية لمهووس نهر الفولجا، وكمان من عدة زوايا. طبعا ده كان تقدم كبير في القضية، وفي خلال كام يوم بعد تفريغ كاميرات المراقبة رجال الشرطة قدروا يحسنوا صورة المجرم اللي موجودة في الكاميرات علشان يعرضوها على الناس، يمكن أي شخص يتعرف عليه. المشكلة إن خلال اليومين دول المجرم كان ارتكب جريمته ال32، ودي كانت آخر جريمة، وبعدها انتشرت صورة المجرم في كل مكان، الجرايد والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي كلها. المحققين كانوا فاكرين إن الصور دي هتوصلهم للمجرم، بس اللي حصل عكس توقعاتهم تماما، ومفيش ولا بلاغ وصل لهم عن المجرم ده. الإعلان عن صورة المجرم ما كانش ليها أثر على الشرطة، لكن كان ليها أثر كبير على المجرم. المجرم لما شاف إن صورته بقت معروفة للشرطة وظهرت لملايين المواطنين توقف فجأة عن ارتكابه للجرائم، وعدت أسابيع، شهور، سنة كاملة من غير ما تحصل ولا جريمة، واختفى المجرم فجأة ومظهر لهوش أي أثر. لكن مش معنى هدوء المجرم إن الشرطة نست الجرائم اللي حصلت، وفضلوا يبحثوا عنه في كل مكان. ولما بدأوا يفقدوا الأمل، وفي أواخر سنة 2013 الحكومة أعلنت عن مكافأة 13,000 روبل لأي شخص يدي معلومات حقيقية عن مهووس نهر الفولجا. ورغم كل ده فضل المجرم برضه مجهول للشرطة، ومحدش من المواطنين قدر يتعرف عليه. الحقيقة إن في القضية دي المجرم ما كانش محظوظ ولا كان عبقري علشان يبقى مجهول للشرطة طول الفترة دي، إنما بطء المحققين وإهمالهم في استخدام الأدلة الموجودة في مسارح الجرائم هي اللي ساعدت المجرم على ارتكاب جرائم أكتر. المحققين بعد حوالي 2 من الكارثة بدأوا يفرغوا كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من بيوت المجني عليهم، وقدروا من خلالها يرصدوا صور كتير للمجرم. وفي إحدى مسارح الجرائم المجرم نسى الكوفية بتاعته، ورجال البحث الجنائي حرزوها، وأخيراً قدروا يوصلوا منها لحمض نووي للمجرم. واكتشفوا كمان إن المجرم نسى ولعته في بيت إحدى الضحايا، وأخدوا منها عينة حمض نووي تانية للمجرم. وقدروا رجال الطب الشرعي يثبتوا إن كل الجرائم اللي حصلت المجرم فيها شخص واحد، وده أثبتوه من بصمة حذائه الموجودة في التلج وجنب بيوت المجني عليهم. رغم كل الأدلة دي وبرضه المحققين ما وصلوش لهوية مهووس نهر الفولجا، وللأسف ما كانوش عارفين سبب اختفائه المفاجئ. يا ترى بسبب إنه اكتشف إن الشرطة عرفوا هويته، ولا لأنه مات أو محبوس أو مريض؟ أفكار كتير اترددت على عقل المحققين،
بس أيا كان السبب ما كانش قدامهم حل غير إنهم يستنوا على أمل إن في يوم من الأيام يتم القبض عليه. واستنى المحققين سنة ورا سنة وهم بيحققوا وبيحاولوا وبياخدوا عينات حمض نووي من مشتبه فيهم. وفي خلال 8 سنين وصل عدد الفحوصات اللي أجرتها الشرطة لمشتبه فيهم حوالي 10,000 فحص ل10,000 مشتبه فيه، ولا واحد فيهم طلع فيه ارتباط بين حمض النووي والحمض النووي للمجرم. في الفترة دي المحققين كانوا بيشتغلوا على القضايا دي بكل جدية، وقدروا في سنة 2016 يوصلوا لصورة جديدة للمجرم رصدوها من كاميرات مراقبة اتصورت أثناء وقوع الجرائم. ومرت السنين والشرطة لسه بتدور على مهووس نهر الفولجة اللي فجأة ظهرت هويته للمحققين بصورة عشوائية لا يمكن كانوا يتخيلوها. في أواخر نوفمبر من سنة 2020 كان بيقرب موسم الأعياد، وكالعادة كل العائلات بتفكر في تحضيرات العيد والتجمع مع الأقارب والأصدقاء، وده نفس اللي فكرت فيه سيدة مسنة اسمها تجروف بتسكن في قرية دوباشكي الموجودة في مدينة كازان. السيدة دي كانت فقدت الاتصال بابنها من سنين، وبسبب شعورها بالوحدة وإحساسها إنها عايزة تشارك العيد معاه قررت تلجأ للشرطة علشان يتعقبوا مكانه ويوصلوا له. رجال الشرطة وقتها طلبوا منها عينة حمض نووي ليها مقابل إنهم هيجيبوا لها ابنها، والسيدة تجروف ما منعتش وسلمتهم العينة. وبعد أيام ظهرت نتيجة تحليل الحمض النووي للسيدة تجروف، وبالصدفة البحتة طلعت دي العينة المتطابقة مع عينة مهووس نهر الفولجة اللي أخدوها من على الكوفية بتاعته من مسرح جريمة لإحدى الضحايا. المحققين في اللحظة دي كشفوا في قاعدة بياناتهم عن مجرمين بيحملوا نفس لقب تجروف، ومقارنة الحمض النووي ليهم بالحمض النووي للمجرم، وأخيراً لقوا تطابق كامل لشخص اسمه راديك تجروف. وبعدها طلبوا من السيدة تجروف تديهم كل التفاصيل عن ابنها بحجة إنهم بيدوروا لها عليه. وفجأة وبعد أيام قليلة وقبل ما حتى رجال الشرطة يحطوا خطة للبحث عن راديك، رجع راديك بنفسه لدبشكي علشان يشوف والدته وأفراد عيلته. طبعا ما كانش مبسوط من الزيارة دي لأن تم القبض عليه بعد وصوله على طول. ومن خلال تحليل حمضه النووي أكدوا إن راديك تجروف هو مهووس نهر الفولجة. راديك كان من سكان كازان وعنده 38 سنة. أثناء طفولته اتوصف إنه طفل عادي ومن عيلة هادية وغير مثيرة للمشاكل. في فترة المراهقة كان بيشتغل ميكانيكي سيارات في إحدى الورش، وكان معروف بإنه موهوب وذكي وممكن الاعتماد عليه. لكن فجأة كل حاجة اتغيرت تقريبا من سنة 2005 لأن تم إدانته بتهمة تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني، واتحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنين. وفي سنة 2009 تم إدانته بالسرقة واتحكم عليه ب2 سجن كمان. ولما أخيراً تم إطلاق سراحه بقى صعب يرجع يندمج بسهولة في المجتمع، وطبعاً ملقاش شغل بسبب ماضيه والأحكام اللي كانت عليه، وبكده لقى نفسه بيعيش في الشارع من غير ولا أكل ولا فلوس. في خلال الوقت ده راديك اتعرف على مجموعة شباب خلوه يجرب المخدرات، وبعد فترة صغيرة بقى مدمن، والحاجة الوحيدة اللي بقى محتاجها هي الفلوس. ولأنه محتاجها بسرعة قرر إنه يسرق السيدات المسنات، وشاف إن دي فئة مثالية جدا بالنسبة له. أولا لأنهم بيحبوا يحوشوا الفلوس وبيحسوا إن ده نوع من الأمان ليهم. ثانيا المسنات مش هيقدروا يهاجموه وهو أقوى منهم، فهيقدر يسيطر عليهم بسهولة. راديك لما حط خطته قرر إنه يقتل ضحاياه بدل ما يسرقهم علشان يتجنب إن أي حد يدلي بأوصافه ويتم القبض عليه. وبالفعل خطته كانت ناجحة جدا، بس بعد تصويره في مسرح الجريمة رقم 31 الصورة دي كانت كافية إنها ترعب راديك وتخليه يقرر يغير طريقه ويتوقف تماما عن ارتكابه للجرائم، وبدأ حياة جديدة وقدر إنه يلاقي وظيفة في مدينة كازان. وفي سنة 2018 اتجوز راديك واتولد ابنه الأول سنة 2020. ورغم إنه حاول يبعد تماما عن عالم الجريمة ويختفي بعيد عن الشرطة،
لكن في النهاية تم القبض عليه عن طريق الصدفة، وما كانش يتخيل أبدا إن ده ممكن يحصل. وفي الآخر انهار راديك تجروف واعترف بجرايمه. قبل تحويل قضية راديك للمحكمة، المحققين جمعوا المعلومات عنه واكتشفوا إنه بيظهر المثالية بس للناس اللي يعرفهم، لكن الحقيقة إن راديك كان مسجل إيميله على إحدى مواقع المواعدة الشهيرة، وكان متفاعل على الموقع ده جدا، وبيدعي إنه عازب وبيحاول يلاقي لنفسه الوقت اللي يستمتع فيه. في النهاية تمت إدانة راديك داجروف، وتم الحكم عليه ب32 حكم بالسجن مدى الحياة. عيلة راديك وأصدقائه اتصدموا من اللي حصل، وزوجته متخيلتش إن الشخص اللي عايشت معاه هو مهووس نهر الفولجا اللي قتل 32 سيدة مسنة، وهو برضو اللي بيوهمها بالمثالية ومقضي وقته على مواقع المواعدة. عيلة راديك حاليا انتقلوا من منازلهم وغيروا أرقام تليفوناتهم وبعدوا تماما عنه ونهوا علاقتهم بيه، وراديك تجروف دلوقتي بينفذ عقوبته لوحده من غير ما أي حد يسأل عنه. وبالنسبة لأهالي الضحايا، ارتاحوا إنهم وصلوا للقاتل وأخد جزاؤه، ورجعت أخيرا مدينة كازان للأمان والاستقرار من تاني. ولحد هنا خلص فيديو النهاردة، واتمنى أعرف رأيكم في الكومنتات، واشوفكم على خير في فيديو جديد.